مساء الفل. هنعمل ريفيو النهاردة عن كنكة القهوة بالكهرباء او الكافي بوت بس اللي هو بالكهرباء. تمام، البوكس بتاعه بيجي بالمنظر ده. سعرها ما كانش غالي، كان تقريبا 120 جنيه. مفروض ان الراجل قال ان هي بتاخد 4 فناجين قهوة ويمكن اكتر. بس هو سألته اذا كان ممكن يتعمل فيها فنجان قهوة يطلع بوش، فوريها لي ان عنده في الستور اصلا بيستخدمها وعلى طول بيعمل فيها قهوته وبتطلعها وش وبيعمل فنجان واحد فيها، مفيهاش اي مشاكل. انا لما فتحتها طلعت بالمنظر ده، معاها ايد كده جوه البتاع بمسمار. جبت المسمار وطبعا بعد محاولات يعني ربطته وثبت الايد بتاعتها. الورقه دي هو انا قررت ان انا اجربها، وقال لي لو فيها حاجه رجعيها، فانا ما رضيتش ان انا اشيل الورقه، بحيث لو فيها حاجه ارجعها. تمام، والحمد لله كنت خايفه تتحرق، ما اتحرقتش ولا حاجه. ابتديت بقى اصب فنجانين بتاعي والبن والسكر بتاعي. انا هنا خففت البن، اقول لكم في الاخر اكتشفت ان انا مخففاه، بس انا كنت متحمسه ان انا اجربها اكتر من ان انا اظبط فنجان القهوه يعني. تمام، فابتديت ان انا حطيت البن والميه والسكر بتاعي، وهبتدي بقى. نسيت اقول لكم، هي بيجي منها 3 الوان بس. الاسود اللي كان موجود، الاسود والاخضر، وكان لون فوشيا. تمام، بس انا يعني بحب الاسود، بيليق على كل الديكور وبيليق على كل حاجه. بيجي معاها السلك كده وفي زرار من تحت. انا ابتديت خلاص، انا هنا بربط، اتاكد ان الايد اتربطت كويس. هي تركيبها خفيف يعني بسيط جدا. الايد دي مسمار كده بتربطوه باي مفك عندكم، وبتطلع مظبوطه معاكم، يعني ما فيهاش اي تعقيدات. تمام. وبعدين بفك بقى الفيشه بتاعتها كده وهجربها معاكم. دي اول مره استخدمها واجربها. هي هقول لكم ايه عيوبها. اول حاجه انها ما بتفصلش لما بتغلي، يعني انا كنت فاكراها بتفصل. فسبت القهوه، دي الزرار بتاعها بيتفتح اهو، فتحته قدامكم وقلبتها تقليبه. هقلبها دلوقتي وهسيبها تستوي. ما هي عيوبها انها ما بتفصلش لما، فلازم تتابعوها عشان ما تفورش منكم، لان انا فكرتها انها بتفصل. سبت لغايه ما القهوه غلت والوش راح. تمام، فالقهوه ما اتظبطتش. فاحنا خلينا نقول ان دي تجربه للكنكه. وبعدين بعديها بعد ما انا بقلبها اهو، هي ميزتها بقى ايه؟ انها ما بتاخدش وقت يا جماعه. يعني انا دقيقه او دقيقة ونص كده كانت القهوة معمولة بتاعتي، يعني بجد ما بتاخدش وقت. يعني مش تقعدوا بقى كتير قدامها، لا لا لا، يعني تابعوها بسرعة كده هتلاقوها خلصت لكم وانجزت لكم القهوة بتاعتكم. بص، انا هنا سبتها تغلي على اساس انها بتفصل لوحدها، قلت فلقيتها انها ما بتفصلش لوحدها. العيب التاني انها ما بتتفكش من القعدة عشان تتغسل، فلازم تبقوا حريصين وانتوا بتغسلوها عشان ما يدخلش مية في الزرار في السلك، لانها كهربائية. تمام، انا اديني صبيت القهوه اهو، فلقيت ان الوش مش مظبوط، وده بسبب ان انا مظبطتش البن وبسبب ان انا سبتها تغلي. فانا برضو عشان ما اظلمهاش قررت ان انا اعمل قهوه تاني، وطلعت يا جماعه خطيره. الوش ظبط. ما استنيتهاش تغلي بقى، لما الوش قفلت عليها بجد جميله. فهي عجبتني جدا. ده كان ريفيو النهارده عن الكنكه دي. لو انتي محتاجاها هاتيها، كويسه بتأدي الغرض. ولو عجبك الفيديو فدتي بيه في اي حاجه، كومنت لطيف ولايك وسبسكرايب لو بتابعيني من اليوتيوب، وفولو لو من على الفيسبوك. واشوفكم فيديو تاني وريفيو جديد. باي باي.